جمال اسكندرية الحقيقي بيبان في الشتاء، وأنا من عشاق اسكندرية في الشتاء، فيلا بينا أخدكم في جولة ليوم مميز في اسكندرية. هنبدأ يومنا بالفطار في مكان اسمه سكاي بو قدام القلعة بالظبط على البحر على طول، ومن ناحية السعر أعتقد مناسب بالنسبة للأماكن اللي بتقدم فطار على البحر في اسكندرية. والصراحة كان حلو جدا، المكان كان حلو قوي والفيو بتاعه عالمي والتصوير هناك حكاية. تخيل إنك بتفطر على الفيو ده وبعد الفطار كوباية الشاي دي، بجد استمتعت جدا. هتخلص فطار وهتلاقي القلعة في وشك، فلو انت ما دخلتهاش قبل كده انصحك تدخلها عشان هتاخد احلى شوية صور ممكن تتصورها في اسكندرية كلها. والاسعار زادت حبتين، سعر دخول الفرد دلوقتي للطلبة 30 جنيه ولأي شخص عادي 60 جنيه. فيلا بينا اخدكم جولة سريعة في قلعة قايتباي. بعد كده هتاخد بعضك وتطلع على الشيخ وفيق اللي موجود في بحري، وقلنا نجرب معظم الحاجات اللي عنده، بجد الأسعار عنده كانت معقولة جدا، والصراحة كل حاجة كانت حلوة وانبسطنا جدا، وبالأخص الرز بلبن عنده خطير. وبقى لي 10 سنين باجي اسكندرية وعمري ما دخلت المكتبة، فقلت أدخلها المرة دي، وتذكرة الدخول كانت ب5 جنيه وللطلبة ب3 جنيه، فما فيش أحسن من كده. والمكتبة الصراحة أبهرتني جدا، وبجد مكان عظيم ومحتاج يوم كامل عشان تخلصه. وأكتر مكان وقفت عنده هو متحف السادات، من أول البدلة العسكرية اللي كان لابسها يوم العرض العسكري يوم 6 أكتوبر سنة 1981، ولسه عليها آثار دمه رحمة الله عليه، والمكتب بتاعه والكتب اللي كان بيقراها وصوره الشخصية، وكمان العبايات بتاعته والمصلية بتاعته وأدواته الشخصية، فرشة الأسنان ومكنة الحلاقة والمشاطة والبرفيوم كمان. عاش من أجل السلام واستشهد من أجل المبادئ. تطلع على ألبان سويسرا موجود في الإبراهيمية شارع بورسعيد كامب شيزار عشان تضرب أحلى طاسات جبنة ممكن تاكلها في حياتك. وكان لازم نختم يومنا بقعدة رايقة جدا قدام البحر، انت والبحر والهوا والنجوم وقهوتك وبس. وده كان شاطئ الشاطبي جنب كازينو الشاطبي، والأسعار فيه غالية حبتين، القهوة كانت ب42 جنيه بس قعدنا لحد الصبح. وده بالنسبة لي كان أحلى يوم قضيته في اسكندرية، وشكرا لكم لو